بالنسبة لمستحقات الفلاحين الخاصة بوزارة التجارة، هناك نسبة كبيرة من الفلاحين لم يستلموا مستحقاتهم لمحصول الحنطة. طبعا هذا لها تأثير سلبي على القطاع الزراعي وتنفيذ الخطة الزراعية في محافظة صلاح الدين. يعني الفلاحين في محافظة صلاح الدين سلموا حاصلهم إلى منافذ وزارة التجارة، لم يستلموا المستحقات. طبعا هذا يأثر على في غياب الدعم الموجود في مديرية زراعة صلاح الدين وكافة المديريات الموجودة في العراق، غياب الدعم بالأسمدة والبذور. طبعا هذا يضطر الفلاح إلى يعني شراء الأسمدة بأسعار غالية. الفلاح لا يمتلك يعني المادة مالته اللي يعني لم يستلم مستحقاته، ما يؤدي إلى عدم يعني شراء الأسمدة بسبب يعني لا يمتلك الفلاح أموال لشراء الأسمدة. طبعا وهذا له تأثير سلبي بالنسبة لتنفيذ الخطة الزراعية. في حضورنا الاستضافة بمجلس محافظة صلاح الدين الموقر تم مناقشة مستحقات الفلاحين، وهناك توجيه من قبل رئيس المجلس لعمل يعني كتاب رسمي والمطالبة هاتفيا من وزارة التجارة لغرض دعم محافظة صلاح الدين بالمستحقات. نتأمل إن شاء الله خيرا نعد فلاحين محافظة صلاح الدين بالاستمرار بالمطالبة بمستحقاتهم. المهندس عباس طه، مدير زراعة صلاح الدين.